دعم جديد للمغاربة بعد غلاء الأسعار. إذن في هذا الفيديو سوف نتعرف على الدعم الجديد الذي أطلقته وزارة الداخلية. سوف نتعرف على الدعم وكيفية التسجيل فيه، وأين بدأت هذه العملية في المغرب، العملات التي بدأت فيها العملية، حيث ستتم العملية في باقي العملات في الأيام المقبلة إن شاء الله. رسميا إطلاق الموقع الرسمي للتسجيل في السجل الوطني للسكان للراغبين في الاستفادة من الدعم. إذن الموقع تم إطلاقه في بعض العملات في المغرب، وهي التي سوف نتعرف عليها أولا، لكن باقي العملات سوف يطلق فيها كذلك في الأيام القليلة المقبلة. هذا وسيتم العمل بالسجل الوطني الذي أطلقته وزارة الداخلية على مستوى مجموعة من العملات التابعة لجهة الرباط، سلا، القنيطرة، وكذلك وجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، كخطوة أولية في انتظار تعميمه على باقي عملات وأقاليم المملكة. إذن سوف يقومون بالتجريب في هذه العملات فقط من أجل إصلاح الموقع وغيرها من المشاكل التي تكون في الأول، ثم يطلقونه في المغرب كامل. وستكون عملية التسجيل في الموقع الخاصة بالسجل الوطني للسكان مجانية، يعني الجميع يمكن أن يتسجلوا بالمجان، ومفتوحة في وجه جميع المواطنين سواء المغاربة أو الأجانب المقيمين في المغرب. إذن كذلك المقيمين بالمغرب من غير المغاربة سوف يستفيدون كذلك. وسيتم التسجيل في السجل الوطني للسكان عبر 3 مراحل. الأولى تتضمن ملء استمارة التسجيل عبر الإنترنت، يعني يجب أولا ملء استمارة في الإنترنت من أجل أخذ موعد في مركز خدمات المواطنين. والمرحلة الثانية هي التوجه إلى المركز الذي يتواجد بالملحقة الإدارية التابعة لمقر السكن من أجل إتمام عملية التسجيل والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة. وخلال المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة يتوصل المواطن الراغب في التسجيل بالسجل الوطني للسكان برقم سري عبر بريده الإلكتروني أو العنوان البريدي، وهذا الرقم يمكن من تسهيل الإجراءات. إذن بعد التوصل بهذا الرقم السري فيجب على المواطن الاحتفاظ به، لأن هذا الرقم السري يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي، ولا يمنح لكل شخص إلا رقم سري واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر. عندما تتوصل بهذا الرقم السري فيجب الحفاظ عليه ولا تنساه. هذا ويتكون الرقم السري من 10 أرقام متتالية يتم إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية، ويستعمل كرابط بين مختلف قواعد البيانات للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي. عندما يكون لديك هذا الرقم عندما تعطيه لأي إدارة فتعرف، تدخل إلى معطياتك وتعرف باقي المعلومات التي تحتاجها. يذكر أنه في الجريدة الرسمية عدد 7138 ليوم الخميس المنصرم منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري. أن هذا القرار تم إصداره في الجريدة الرسمية، أنه رسمي وسوف يطبق كما قلنا بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري. إذن هذا الدعم إن شاء الله سوف يستفيد منه الكثير من المغاربة، فلا تبخلوا بأن تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع لكي يستفيد الجميع من هذا القرار. ونتمنى أن يكون كذلك دعم آخر وأشياء أخرى يستفيد منها المغاربة بعد الغلاء، والتي سوف نقوم بنشرها في الفيديوهات المقبلة. كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تعرفوا الجديد حول هذه المواضيع، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم.